كلكم طالعين زعلانين من تصريح الاعلامي وليد فراج ان هو بيقلل من الديربي المصري. هو ما قالش حاجه غلط. قال لك ان الديربي المصري محدش بيتفرج عليه غير في مصر وشويه من الشرق الاوسط. الراجل ما غلطش. ما تقوليش ان هو الاقوى في الشرق الاوسط. تعال اتفرج على السعوديه عملت ايه دلوقتي. رابطه الانديه اللي طلعت عملت ايه للدوري المصري؟ الملاعب زي ما هي. عملت ايه؟ ما جددتش حاجه يعني. عمال تدي قرارات والقرارات كلها اسفت من بعض. تعال اتفرج على الدوري السعودي اللي هو بيتكلم عليه. تعال شوف مباراه النصر والهلال. كام قناه بتنقله وكام حد بيتفرج عليه. مش السعوديه بس هي اللي بتتفرج عليه، الشرق الاوسط كله بيتفرج عليه، غير اوروبا وغير امريكا وغير العالم كله بقى يتفرج على السعوديه بسبب كريستيانو، بسبب الصفقات اللي هم جابوها. انت عملت ايه بقى في الدوري المصري؟ ايوه زمان كان الديربي المصري احسن ديربي في الشرق الاوسط. دلوقتي انت طورت في ايه؟ ما طورتش في اي حاجه. هو انت عايز ما تطورش ويبقى برضه الديربي المصري افضل ديربي؟ لا، السعوديه طورت ودفعت فلوس وجابت صفقات، عشان كده هي هتبقى احسن ديربي في الشرق الاوسط، وكمان هيبقى من احسن الدوريات في العالم. انت فينك بقى؟ رابطه الانديه اللي طلعت تتكلم فينكوا انتوا بقى؟ عملتوا ايه للدوري المصري؟ ما عملتوش حاجه. فالراجل ما غلطش وما قالش حاجه غلط. نقول الحقيقه بقى ونبطل نفاق والنبي ونشكر في الدوري المصري، لان الدوري السعودي بقى احسن من الدوري المصري. بس كده، يلا سلام.